عندما تموت تأكد أن الدنيا لن تحزن عليك، حركة العالم ستستمر، وظيفتك سيأخذها غيرك، وأموالك ستذهب للورثة، وأنت ستحاسب عليها. لذلك لا يغرك مالك، نسبك، منصبك، أولادك، فما أتفه هذه الدنيا وما أعظم ما نحن مقبلون عليه. فيا أيها الحي، الآن اعلم أن الحزن عليك سيكون على 3 مراحل. الناس الذين يعرفونك سطحيا سيقولون مسكين الله يرحمه. أصدقاؤك سيحزنون ساعات، أياما، ثم يعودون إلى حديثهم بل وضحكاتهم. أما الحزن العميق في البيت فسيحزن أهلك أسبوعا، أسبوعين، شهرا، أو حتى سنتين، وبعدها يضعونك في أرشيف الذكريات. انتهت قصتك بين الناس، وبدأت قصتك الحقيقية وهي الآخرة. لقد زال عنك الجمال، المال، الصحة والولد، فارقتك الدور والقصور والزوج، ولم يبق معك إلا عملك. والسؤال هنا: ماذا أعددت لقبرك وآخرتك من الآن؟ هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل، لذلك احرص على الفرائض، النوافل، صدقة السر، عمل صالح، وصلاة الليل، حسن الخلق لعلك تنجو. واذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تأكد عند موتك الدنيا لن تحزن عليك. السلام عليكم.